لدى وصولهما استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة ورئيس مجلس الجهة وعامل إقليم تطوان وشخصيات أخرى. في ذكرى ليست ككل الذكريات يستحضر المغاربة بكل فخر واعتزاز 27 عاما من العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. 27 عاما تجدد فيها العهد والوفاء وترسخت خلالها أواصر المحبة والتعلق بالعرش العلوي المجيد في ملحمة وطنية عنوانها الاستقرار والتنمية والطموح نحو المستقبل. ذكرى عيد العرش المجيد ليست فقط محطة للاحتفال بل مناسبة لاستحضار مسار حافل بالمنجزات والمكتسبات التي تحققت في مختلف ربوع المملكة بفضل رؤية ملكية متبصرة جعلت من التنمية خيارا استراتيجيا ومن الإنسان محورا أساسيا لكل تحول. مسار امتد إلى مختلف المجالات من الاقتصاد والاستثمار إلى البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية ومن الصناعة والطاقات المتجددة إلى الرياضة والثقافة ومن تعزيز تنافسية المملكة إلى ترسيخ حضورها ومكانتها على المستويين الإفريقي والدولي. منجزات متراكمة ومشاريع كبرى وإصلاحات متواصلة أسست لمغرب أكثر قدرة على مواجهة التحولات وأكثر انفتاحا على المستقبل. بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك أعزه الله واصلت المملكة مسارها بثبات مكرسة مكانتها كقوة إقليمية صاعدة وحاضرة بثقة في محيطها الإفريقي وفاعلا مؤثرا على الساحة الدولية. 27 عاما من البناء المتواصل من الطموح والعمل ومن مغرب ينجز اليوم ويصنع ملامح مغرب الغد. يحل عيد العرش المجيد حاملا في معانيه عمق العهد والوفاء ومجسدا متانة اللحمة التي تجمع الشعب المغربي داخل الوطن وخارجه بملك البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي هذا الموعد الوطني الكبير يستحضر المغاربة مسيرة حافلة بالمنجزات والمكتسبات تحققت في ظل قيادة ملكية جعلت من التنمية خيارا استراتيجيا ومن التحديث والعصرنة رافعة لبناء مغرب قوي متقدم وواثق في مستقبله. إنها محطة تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز بالانتماء ويترسخ فيها الالتفاف حول العرش العلوي المجيد وتتأكد إرادة مواصلة المسيرة بروح وطنية عالية وتعبئة متواصلة لرفع رهانة التنمية وتعزيز المكتسبات وصون مصالح الوطن. حضر هذه المأدوبة رئيسا مجلسي النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.